أنا الآن سأثبت لكم أنني خصم شريف. اسمعوا يا تبونيين، اسمعوها مني هكذا نصيحة من خصم شريف. يعني أنا سأعطيكم الطريقة التي تخلصكم من أسعد الشرعي، تتخلصوا مني نهائيا، تتخلصوا من هذا الكابوس الجاثم على صدوركم. أنا سأعطيكم الوصفة السحرية التي تخلصكم. طبعا أنتم وصلتوا إلى طريق مسدود الحمد لله، ما عاد قدامكم لا تغلقوا قنواتي وتعملوا عليها بلاغات. ترغيب ما نفع، تهديد ما نفع، حتى الاشتباك بالأيدي ما نفع، حتى الضرب كالثيران ما نفع. أنا أقول لكم الحكاية كيف تريدوا تخلصوا مني نهائيا يعني إلى الأبد. أمامكم حل واحد فقط، أنه أنتم تموتوني ضحك. خلوا تبوني زي الجراح علشان اموت من الضحك. حتى انتم تحاولوا تموتوني، انتم ما راح تقدروا. يعني اغتيال او قتل والله ما تستروا. اقصر طرق للتخلص من الاسعاد الشرعي، خلوا تبوني زي جرعة التهريش شوية. الحكواتي تبوني زي الجرعة ويموتني ضحك وخلاص وخلصتوا صلى الله وبارك واموت وانا مرتاح. صدقوني ما معكم الا هذا الحل. ولا جيبوا لنا شوشع ولا طلعوا عندي اللايف، شوفوا لكم واحد كذا مثل سفيان هكذا عنده روح تبونيه. سفيان ليس تبوني، بس انا اريد تبوني بنفس مواصفات سفيان، يزيد لي الجرعه وبعدها ابشركم انا فيني رب. اذا ضحكت كثير انا ممكن اروح فيها. يعني سفيان وداني المستشفى على طول، رحت المستشفى طوالي بعد نوبه ضحك. فهذه هي اكثر طرق. لا عاد تدوروني في مانشستر ولا تدوروني في لندن ولا تنتظروني لما اجي عندكم من الجزائر ولا اروح باريس ولا تدوروني ولا حاجه. حتى هذه النداءات التي قاعده تجي لكم يوميا يا جزائريو بريطانيا، ما استطعتوا تتخلصوا من هذا. ما قدرتوا له. انا قدركم ما تقدروش يا جماعه، انتم ما تقدروش تتخلصوا ابدا. اذا انا شفتوا ما في واحد في الدنيا هذه كلها ممكن ينصحكم كيف تتخلصوا منا الا انا خصم شريف. والله ما تجدوا واحد اشرف مني ابدا. الليله بنسمر ان شاء الله على الخرجه الاخيره حق تبون. اقسم لكم بالله اني ضحكت ولو زيد الجرعه شويه تبون كنت بموت اليوم. ما عاد حتى اعطيهم الوصفه. كان يا جماعه دخل في العدس والفاصوليا والبزاليا. قلنا المغاربه بيسرقون في الصيف ويطلعون في الشتاء. وان الشعب الجزائري اكبر شعب ياكل عدس وياكل بزاليا وبقوليات. وانا اقول ليش عندكم القولون مخروط يا الجزائر. الله تبون تحول الى دكتور باطني. وقال والله ما يسامح المغاربه، بيسرقوا عليه العدس، يسرقوا العدس عليه ويسببوا ازمه، لان الجزائر مدمنين على العدس والفول ولا هذا والفاصوليا والبقوليات. الخرجه الاخيره حقها فيها حاجات كثيره جدا، وانا ان شاء الله بخرج لكم منها كذا قفشات جميله هكذا. ونسمر الليله مع تبون ان شاء الله في اخر لايف على الشرعي تيوب، او ربما ناجله الى اول لايف في الشرعي لايف ان شاء الله في القناه الجديده التي ستنطلق اليوم. الله يزوجكم والله يرحمني مقدما. الله يرحمني مقدما اذا موتني تبون من الضحك. الله يرحمني مقدما. وانتم ادعوا لنا يا اخي، انتم المخلصين الشرفاء الانقياء، الامهات الاباء الاخوات الابناء البنات الصغار اللي قلوبكم نقيه. اللي نقي يدعي لي، اللي قلبه دود وعقارب سود لا تدعي لي، ولا انا بحاجه دعاء ابوك. لا تدعي لي ولا نشتي ابوك ولا تدعي لي. انا اتكلم معكم انتم الطيبين اللي دايرين النيه وقلوبكم صافيه وتحبوني واحبكم وتغلوني واغليكم وتعزوني واعزكم من القلب، بدون مصالح، بدون دنيا، بدون اي شيء، هكذا لله. حروا الدعوه، حروها كذا يعني. لحوا على ارحم الراحمين في دعوه هكذا في ظهر الغيب لاخيكم وابنكم وابوكم ووالدكم وجدكم
حفيدكم مدري ايش انا، كل شيء. المهم شوفوا لي حل، الله يزوجكم، لانه تبونيين من حال يعني، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. يعني اذا في خصوم بيلاحقونا ويؤذونا ويبهدلونا في قنواتنا على الواقع والمواقع، ويؤذونا ويشوهونا ويسبونا ويحاولوا يغتالونا جسديا ومعنويا، في الله يدفع، في ناس مخلصين يدعو لنا في ظهر الغيب، يدفع الله عنا شر الاشرار وكيد الفجار وشر ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار. هذه لكم كلكم.